منصة كيك كتعتبر من أكبر منصات البث المباشر في العالم، ملايين ديال المتابعين وملايير ديال الدولارات، وهذا الشيء خلى أكبر وأشهر اليوتيوبرز العرب والأجانب أنهم يمشيو لهذه المنصة. فشكون اللي أسس هذه المنصة وعلاش دار؟ شنو علاقة المنصة بالقمار وسرقة الناس؟ هذا الشيء اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو، فتبع معايا حتى للآخر. غادي نعطيو كل حاجة حقها وباش هكا تخرج فاهم كل شيء. القصه ديالنا كتبدا في 2022 وبالضبط في 18 اكتوبر ملي قرروا هاد الجوج بيجون طهراني وايضا كارفي. هاد الجوج انهم قرروا يطلقوا منصه بث مباشر جديده اللي هي منصه كيك. وعقلوا مزيان معايا على هاد الجوج حيت غتسمعوا لهم شي حوايج اللي ما طيحش لك في البال. اسيدي ملي صايبوا هاد المنصه كان الهدف ديالهم انهم ينافسوا المنصه ديال اليوتيوب وتويتش. وتخيلوا معايا قل من 24 ساعه قدروا يوصلوا 250 الف مستخدم اونلاين. والمؤسسين ديالها باش يستمروا في النجاح كان خاصهم يقنعوا صناع المحتوى الكبار في المنصات الاخرين باش يخليهم ويجيو لمنصه كيك. وباش انهم يجيو لمنصه كيك كان خاصهم يستغلوا نقاط الضعف اللي كاينه في اليوتيوب. وكما كتعرفوا يوتيوب صعيب انك تلونسا فيه، خاصك تصور وخاصك دير المونتاج وخطوات كثيره غادي تاخذ لك واحد 9 السوايع ديال الخدمه. وهذا الشيء لا تلونسا لك الفيديو يلاه كتاخذ واحد 30% من الارباح. وهنا جات نقاط القوه المنصه ديال كيك حيت كتعطيك 95% من الارباح. وهذا الشيء ما تقدرش انك دير لايف تشد التليفون وتهز الكاميرا وتصور عادي بحال الشكل ديال تيك توك وانستغرام. لا، منصه كيك خاص يكون عندك ماتيريال ديال التصوير احترافي، كاميرا، مايك، بيسي وهذا السيت اب كامل. وكاينين بزاف ديال الاشخاص باغيين يدخلوا ولكن ما عندهمش القدره الماليه بانهم باش يشريوا هذا الماتيريال. وكيك اشنو كتقترح عليك؟ قادره توفر لك هذا الشيء كامل ويعطوك كاع هذا الشيء اللي خاصك وما تخلص والو. ولكن حتى شي حاجه ما كتجي فابور. كيك كتشرط عليك انك انفو غادي تلونسا خصك دير واحد الاشهارات للشركات اللي بغاو هما. وكاع هاد المميزات اللي شفتوا خلات لي ستريمر باش انهم يتخلاو على المنصات المعروفه ويجيو لكيك. وهنا بانوا لنا لي ستريمر تيجلسوا ساعات طويله. وبقات كيك كتكبر حتى انها قدرت تسني كونطرات بارقام خياليه. وكاينين شي عقود وصلات ل 150 مليون ديال الدولار. وما وقفوش هنا، ولاو كيخلصوا لي ستريمر على كل ساعه كيجلسوا فيها، ماشي بحال اليوتيوب اللي غيخصك تجيب فيه مشاهدات. كيك كتقول لك الا عندك المشاهدات غادي نخلصوك، الا ما عندكش حتى هي غادي نخلصوك على كل ساعه داير فيها اللايف. ولكن في العالم الراسمالي ما كانش شي حد غادي يعطيك الفلوس غير هكاك. وهاد المميزات وهاد الروينه اللي دايره غير طعم باش انهم يجروك الحوايج كثار ما كتخيل. دابا غنرجعوا لهذوك الجوج موالين الشغل. هذوك عندهم اكبر موقع قمار في العالم سميتو ستيك. وفي الفتره ديال الحجر الصحي سنه 2020 خلصوا ملايين الدولارات لكبار ستريمر في العالم باش انهم يروجوا لهذه المنصه. تبع معايا مزيان باش تفهم. القالب وما فيه هو انه شنو كيديروا؟ كيجيو عند ستريمر كيقولوا لي غادي نعطيوك قده وقده ديال الفلوس، وانت غتدخل لهذه اللعبه ديال القمر اللي في اللايف غيكونوا فلوس تاع اللعبه ماشي حقيقيين، وحنا غنربحوك. وهكا المتابعين ديالك غيفكروا حتى هما يدخلوا يلعبوا حيت راه الفيلم كامل داير على ديك اللعبه باش انك تدخل انت وتخسر فيها فلوسك باش هما يربحوا الملايين. تخيلوا معايا بهذا البلان اللي دارت قدرت المنصه تقفز من 2 المليون حتى ل 2 المليار ديال الدولار وفي عامين. وهذه هي الخطه ديالهم من الاول، هما انهم يروجوا للقمر ويربحوا زباله ديال الفلوس. وهذا الكلام راه ماشي ديالي انا، الكلام ديال مؤسسين الشركه بنفسهم. Switch platforms early on to this brand new thing, it was very hard, right? So I think the initial audience that we attracted were people who heavily relied on gambling deals. I think that's something which is certainly not a is a fact. وكما كتعرفوا ان المنصات الاخرين كلهم عندهم واحد القوانين كتسمى ارشادات المجتمع. يعني الفيديو ان فوق كتبغي تلوحو ما خاصش يكون فيه مثلا التنمر، ما يكونش فيه المحتوى حساس، محتوى جنسي، تعنيف، ترويج القمار وبزاف ديال الحوايج. الا هاد المنصه ديال كيك ما عندها حتى شي قانون وغير اللي جاي يدخل ودير اللي بغيتي. من بعد النجاح اللي حققته في العالم قررت باش تدخل الوطن العربي. وشفناهم وقعوا عقود بحال ماهركو بحال الياس المالكي وبزاف ديال لي ستريمر اخرين، ولكن للاسف حتى هما الفلوس غماتهم وخلاتهم انهم يروجوا للقمار. وفي النهايه الشركه ديال كيك قدرت تعطي مميزات زوينين ولكن المقابل كان كبير. وهاد الشركه واش انها غتزيد تنتشر ولا غيجي واحد الوقت غادي تحبس فيه؟ كتبوا لي الراي ديالكم في التعليقات في الموضوع. الا عجبك الفيديو اشترك في القناه وبارطاجي الفيديو هكا باش كلشي يكون عارف الحقيقه. حياكم الله.